عمر رضي الله عنه وأرضاه أحب أن يذهب للعمرة، أراد أن يذهب للعمرة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: يا رسول الله أنا عاد أسير أعتمر. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك، أشركنا يا أخي في دعائك. يا الله، يا الله، ما أجمل النبي عليه الصلاة والسلام، وما أحلى تواضعه. النبي يطلب من عمر الدعاء. هذا يدلك على تواضعه وحبه لعمر ومكانة عمر في قلبه عليه الصلاة والسلام. إيش قال عمر لما سمع هذا؟ قال: والله ما سرني بها الدنيا، يعني هذه الكلمة تسوى عندي الدنيا وما فيها. أي النبي. وهذا يعلمنا أن كل واحد يا أخي إذا توسم في أخيه الصلاح والتدين يقول له: لا تنسانا من دعائك. نعم، هكذا ينبغي أن يكون الناس فيما بينهم. هيا لا تنسونا من دعائكم، وإن شاء الله ندعو لكم.